زي اي يوم عادي بتفتح الكمبيوتر بتاعك تشوف لو انبعت لك ايميل مهم ولا حاجه، ولكن بتلاحظ ايميل جالك من الشركه اللي انت شغال فيها، ومن محتوى الرساله بتعرف ان ده لينك تحميل ملف اكسل بيحتوي على مرتبات الموظفين والمسؤولين في الشركه. بياخدك الفضول وبعدين تحمل الملف، الامتداد طبيعي والايقونه طبيعيه ومفيش اي حاجه تدعو للقلق. تفتحه وبعدين تستنى شويه ولكن الملف مش بيشتغل، تحاول اكتر من مره ولكن نفس النتيجه. بتطنش الموضوع وبعدين تروح تكمل شغلك وتحاول تفتح اي ملف من ملفاتك ولكن تتفاجئ انه مش راضي يفتح برضه. مش بس مش راضي يفتح، ده كمان بتلاحظ ان امتداد الملف اتغير. بتحاول مع اكتر من ملف ولا واحد فيهم راضي يفتح. تستخدم كامل قواك العقليه وتستنتج ان ده بسبب خلل في الويندوز. فبتعمل ريستارت، تفتح الجهاز وبعدين تنصدم لما تلاقي الخلفيه اتغيرت وتلاقي ويندوز طلعت لك مكتوب فيها ان بياناتك اتشفرت وانك عشان تفك التشفير هتضطر تدفع فديه. ومبروك، انت كده بقيت ضحيه لفيروس الفديه. وقبل ما تكسر الجهاز او تحرقه او تعتقد انه عديم القيمه ومش ليه اي لازمه حاليا، خلينا نشوف هل فعلا ممكن يحل الازمه دي. في الاول لازم نعرف ايه هو فيروس الفديه او الرانسام وير. الرانسام وير هو عباره عن نوع معين من المالوير، ولكن مش اي مالوير بيكون هدفه اتلاف ملفاتك وخلاص. هو بيكون ليه وظيفه محدده زي سرقه البيانات وتشفيرها عشان يطلب فديه منك. واكثر فئه بتكون معرضه للنوع ده من المالوير هي الشركات اللي بتحتفظ ببيانات حساسه زي المعلومات الشخصيه، البيانات الماليه والملكيه الفكريه، لانه بمجرد التحافظ على البيانات دي بيكون سهل ابتزاز الشركات والتهديد بنشر البيانات دي. وعلى فكره الرانسام وير بيعود تاريخه لاواخر الثمانينات، ولكنه بدا ينتشر بنطاق اوسع في اوائل الالفينات. فالنهارده الرانسام وير بيعتبر ثالث اكثر ميثود مستعمله في الهجمات السيبرانيه في العالم. واللي زاد انتشاره اكتر وسهل عمليه دفع الفديه هو ظهور العملات المشفره، لانها بتخلي اي طرف في التعامل مجهوله، وده اكيد بيصب في مصلحه الهاكر. مع تطور الرانسام وير الا ان هدفه ما زال واحد، ابتزاز الضحيه والمطالبه بالفديه. واللي اتطور فيه هو طرق انتشاره، فاصبح من مجرد ملف مفيروس على الديسك الى فيروس منتشر على الانترنت ممكن يوصلك عبر الايميلات والملفات الصوتيه والفيديوهات كمان جوه الصور. والرانسام وير بقى اداه ممتاز لاي حد في مجال التعدين او الكريبتو ماينرز، فبدل ما يشتري اجهزه وموارد ويصرف من جيبه بقى اسهل انه يخترق له كام جهاز ويجبرهم انهم يشتغلوا الحساب. طيب هو الرانسام وير بيشتغل ازاي؟ او خلينا نقولها بمصطلح اشمل، ايه هي مراحل الرانسام وير اتاك كلها؟ عندنا 6 مراحل غالبا اي هاكر بيتبعهم عشان يعمل رانسام وير اتاك ناجح. المرحله الاولى واللي هي الاستطلاع، الهاكر بيبحث عن اهداف محتمله او اهداف محدده ويبدا يدرسها عشان يحدد نقاط الضعف. ثاني مرحله واللي هي العدوى، لما الهاكر يحدد هدفه يبدا يستهدف الضحيه باحدى الطرق اللي ذكرناها، وبمجرد ان الجهاز المستهدف يصاب بالرانسام وير تبدا المرحله الثالثه واللي هي التصعيد. يبدا الرانسام وير يعمل انتجريت مع السيستم وياخد تحكم اكبر على جهازك. بعد كده تبدا المرحله الرابعه واللي هي المسح او السكاننج، يبدا يخش على الشبكه ويحاول ينشر نفسه لباقي الاجهزه ويخترقها زي الجهاز الاول. والمرحله اللي بعد كده واللي هي التشفير، بعد ما الرانسوم وير يرستق اموره ويظبط الدنيا ويهيمن على جهازك يبدا انه يشفر الملفات الحساسه او كل الملفات في بعض الاحيان عشان ينهي المرحله الاخيره واللي هي الفديه. ويبدا الهاكر يبعت رسائل فديه عشان تسترجع بياناتك المشفره. وهنا لازم تكون عارف ان الرانسوم وير مش شرط يكون عبر الايميل، ممكن يتم ارساله لجهاز الضحيه باي طريقه ثانيه زي التروجن مثلا. وده بياخدنا لنقطه ثانيه وعامل اساسي في نجاح العمليه دي واللي هو السوشيال انجينيرنج. والسوشيال انجينيرنج باختصار هو عباره عن مجموعه من الهجمات اللي بتستغل التفاعل البشري او العاطفي مع الضحيه، وفي حالتنا دي بيتم استخدامه سواء في اقناع الضحيه لتنزيل المالوير او حتى دفع الفديه. ونقطه ثانيه لازم تاخدها في الحسبان ان الهاكر مش بيخترق اي حد وخلاص، هو بيحاول يستهدف الشركات الصغيره او المتوسطه اللي بتفتقر لانظمه حمايه قويه او فريق اي تي قوي عنده خبره في التعامل مع الرانسوم وير. ومن الاهداف المفضله برضو الشركات اللي بتعتمد بشكل اساسي على الوصول للملفات زي الشركات اللي بتدير قواعد البيانات وتطبيقات الماركتنج، لانه ببساطه الوقت اللي هيتعطل فيه السيرفر بسبب المالوير هيكلفهم اكتر من دفع الفديه نفسها. يعني باختصار اي حد معاه بيانات تستلزم الحمايه ممكن يكون عرضه للرانسوم وير اتاك. ولسوء الحظ الرانسوم وير ليه 4 انواع مختلفه من حيث الاليه. عندنا مثلا السكير وير، وهو نوع من المالوير بيستعمل بشكل اساسي السوشيال انجينيرنج عشان يسبب القلق للضحيه. ممكن يكون متمثل في برنامج عادي خالص وبعدين ينبهك ان جهازك بيحتوي على عدد من الفيروسات وانك المفروض تتخلص منها، ويطلب منك تنزل برنامج تاني عشان ينقذك من الازمه دي. ممكن تقول ان دي سخافه او ان مفيش شخص اليومين دول هينخدع في حاجه زي دي. اقول لك مش شرط، البرنامج نفسه بيعمل وظيفه معينه وبعدين تتفاجئ انه ممكن يديك تنظيف مجاني وبعدين تستغرب جهازك بقى بطيء ليه. على العموم النوع ده مشابه للروش سكيورتي سوفت وير واللي كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده. وعندنا نوع تاني واللي هو السكرين لوكينج. النوع ده بيجيب من الاخر ويقفل الجهاز تماما، ممكن مش هتعرف تستعمله وبعدين يبعت لك في رسائل عشان تدفع. وعشان يزود الحبكه الدراميه ممكن يظهر نفسه كجهه رسميه او قانونيه اخترقت جهازك لاي سبب كان وبتطالبك بالدفع، زيه زي النوع الثالث اللي بيشفر ملفات بس يعني ممكن تفتح المتصفح ولكن بعض الخدمات معطله، وبيكون في غالبا رساله بتقول لك تدفع الفلوس فين وازاي عشان تستعيد ملفاتك. والحل عشان تتعامل مع النوعين دول انك تمسح النظام تماما لو كان عندك باك اب بيحتوي على ملفاتك المهمه. اخر نوع اللي يعتبر اروش نوع واللي هو رانسوم وير از سيرفيس، وهو زي الساس. والساس عباره عن برنامج انت بتعمله بيقدم خدمه وبتكسب من اي حد بيستعمل الخدمه دي سواء باشتراكات او غيره. هنا نفس الكلام ولكن مع الرانسوم وير الهاكر بيأجر الرانسوم وير لاي حد عايز يستعمله وبياخد مبلغ على كده او حتى بيقسموا الارباح سوا. وطبعا من اشهر الامثله على الرانسوم وير واللي هو وانا كروي، واللي اصاب مئات الالاف من الاجهزه في اكثر من 150 دوله وعمل خسائر بحوالي 4 مليار دولار. ولكن عشان نشرح الثغره اللي مايكروسوفت حاولت تعالجها والادوات اللي استغلت الثغره دي وازاي انتشر في الاجهزه دي كلها ممكن نخليها في فيديو لوحدها. طيب السؤال الاهم في الفيديو كله، سؤال المليون، هل اقدر ارجع ملفات بعد الرانسوم وير اتاك؟ بص هو احيانا ايوه، في بعض عائلات الرانسوم وير موجود ديكريبتورز مجانيه لان باحثين امنيين او شركات سايبر سيكيورتي حصلوا على مفاتيح او طرق لفك التشفير. تقدر ترجع نوم الرانسوم واللي هو مستودع ادوات علشان تشوف لو في اداه مناسبه للاسترين اللي اصابك، لكن
ولكن ده مش مضمون. غالبا لا، معظم الرانسوم وير الحديثه تستخدم تشفير قوي، يعني مفاتيح خاصه لكل ضحيه، وبالتالي من غير مفتاح المهيمن الملفات بتكون مستحيله الاسترجاع تقنيا. لذلك الاعتماد الاساسي لازم يبقى على النسخه الاحتياطيه النظيفه، ولازم تاخد في الحسبان ان ازاله المالوير مش بتعني استرجاع البيانات. فلو بطريقه ما عرفت تشيل رانسوم وير باي برنامج انتي فيروس، فده مش يعني ان ملفاتك هترجع، لانها كده كده اتشفرت. ممكن تاخد بعض الاجراءات زي انك تفصل واي فاي على طول ومش تتسرع وتمسح الملفات المشفره. المفروض تحتفظ بيها وتاخد اي ادله زي الرسائل واللوجز عشان هتحتاجها بعدين لو عرفت توصل لمصدر الهجوم. وبعد ما تتاكد ان كل حاجه بقت امنه، تبدا تسترجع البيانات من النسخه الاحتياطيه. والاهم انك مش تدفع اي مبلغ للهاكر، عشان انت مش ضامن ان بياناتك هترجع، زائد بتشجعه يعمل كده ضحايا اكتر او يستغلك انت شخصيا اكتر من مره. وعشان تطلع نفسك من كل اللخبطه دي لازم تكون واعي من الاول. يعني لو قلت لك تخلي بالك من اي ايميل، مش تفتح اي لينك او تنزل اي ملف، مش تدخل على مواقع مشبوهه وما الى ذلك، انت كده حامي نفسك. ولكن لو عندك شركه لازم توعي كل موظف فيها ازاي يتوخى الحذر ويتعامل مع الرانسوم وير في حاله حصل هجوم. وبكده نكون غطينا معظم النقاط المهمه عن الرانسوم وير. لو الفيديو عجبك واستفدت منه يا ريت تعمل لايك كنوع من التشجيع ليا، وتكتب تعليق حلو عشان ده بيساعدني جدا، خصوصا اننا لسه في اول المشوار. وسلام.